دايما من دواعي سرورنا ومن النماذج الشبابيه واللي بتدينا دايما طاقات ايجابيه كده على الصبح لما نشوف يعني مشاريع بتتعمل وبتخرج للنور. هي مش مشروع تخرج، هي سنه ثالثه، لكن فكره انه يبقى عندك مشروع فني وتقدر تخرجه للنور وتبقى قادر ان انت تحس انه ان انت محطوط على التراك الصحيح في الفن. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لانه دايما احنا بنبص للفن من منظور ان هو له دور فعال في نمو المجتمعات وتهذيب الذوق العام ونمو الحضارات. يعني ده كتب في الفن ده كتب كتيرة قوي، لكن لما نيجي نقترب كده من شبابنا ونحس ان هو فعلا بيدينا طاقة امل لبكرة ونشوف قد ايه شغله يوم عن يوم بيفرق وبيتقدم، ده بتقدر تشوفه بشكل ملموس وكبير قوي في الفن. النهارده هنتكلم مع حضراتكم على الفن التشكيلي، معرض من جامعة اسكندرية، بالتحديد 2 من الشابات الجميلات، بونبونيات كده الفن زي ما بنقول. معانا بنرحب بيهم سارة الزهيري ونانسي الحناوي من الفن التصويري، وبنرحب بيكم. صباح الفل عليكم. ازيك يا ساره؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا نانسي؟ منورين ومبروك على المعرض. ميرسي جدا. نانسي، هبتدي معاكي وتديني فكره عامه كده عن المعرض. هو معرض مناظر خلويه عن الطبيعه اكتر، ان احنا نتعود نرسم لايف من قدامنا. وحبينا نرسم حاجات اكتر، حاجات يعني طبيعيه في اسكندريه مميزه بيها. ورسمنا بحري ورسمنا شلالات ومحطة الرمل ورسمنا برضو كوم الدكة. فهي كانت تجربة بصراحة مختلفة وكانت حلوة جدا يعني، وكانت حاجة مختلفة علينا وجديدة. وبصراحة اتبسطنا جدا بيها يعني. أنا كنت في البداية سارة فاكراه إن هو مشروع تخرج. لا، هو مادة عادي في سنة ثالثة. دكتور ياسين بيديه لنا. تحياتنا لدكتور ياسين، بتصبح عليه. حابين نشكره جدا. حابين نشكره جدا بجد على وباشمهندسة رحمة على المعرض. بجد هم اللي شجعونا وهم اللي خلونا يعني نكون نعرف ندخل المعرض، وشجعونا على المادة نفسها. وكان الدكتور بينزل معانا طول الوقت ان احنا من لايف من الاماكن نشتغل، وبيشتغل قدامنا. ونزلنا اشتغلنا في بحري وكوم الدكة. احيانا يا ساره لما احنا نيجي نقول ده قسم تصوير، ناس على طول دماغهم وفكرهم يروح لايه؟ ان ده تصوير فوتوغرافي، لكن عايزين نعرف الفرق منك. هي نفس الفكره، ان احنا بنصور المنظر من قدامنا بس بالوان الزيت، او ان احنا معانا طبعا الصور هنعرضها مع الساده المشاهدين. بس يعني احنا بنحاول ان احنا نعمل زي فكره كوبي من قدامنا لايف، ان زي يعني تصويرا بس بايدينا بقى، ان احنا نطلع الشغل ده. نانسي، بصي دي اول صوره معانا، فاشرحي لنا بقى الصور اللي احنا هنعرضها. دي منطقه الشلالات، يعني برضو حاجه مميزه في اسكندريه. وبتبقى يعني متخصصه اكتر في الاشجار والجناين والتدريجات بقى، الالوان الاخضر. دي رسمه مين؟ دي رسمه. طب انت عرفتي منين ان هي رسمتك مش رسمه بس عشان الناس بس ما يستغربوش؟ هتلاقوا رسمتين نفس الشكل بس كل واحد راسمها بمنظوره وبطريقته، مش كده؟ كل واحد بيطلع طريقته اكتر واحساسه من ناحيه المنظر من قدامه يعني. طب ايه المختلف مثلا في بحري كده، في المراكب اللي احنا شايفينها؟ تفاصيل الالوان وازاي احنا شايفين. دي رسمه ساره ولا نانسي؟ دي رسمتي برضه. تمام. كل واحد بيترجم درجات الالوان بطريقته وحسب شايفها ازاي، واحساسنا للوحه بتبقى عامله ازاي يعني. نانسي، دي رسمه ايه؟ دي رسمه ساره. دي محطه الرمل، برضو هي جزء من اسكندريه، في المعمار القديم والعماير شكلها مختلف ومميز قوي. فبرضه رحنا اليوم ده وقتها ورسمنا هناك، وكانت برضه تجربه جميله جدا. انت عارفه في المدارس الفنيه يقول لك ايه، ساعات مثلا الفنان كان بيبهر الجميع اللي هي الفرشه بتاعته، ازاي هو مستخدمها، الالوان، التوزيع اللي عامله، اللايت اللي عامله في الاضاءه، التركيز اللي عامله في الظلال، حاجات زي كده. هل انتوا ابتديتوا تركزوا على الكلام ده؟ يعني هو كمان عشان حتى لو الموضوعات واحده، بس كل حد بيبقى ليه رؤيه مختلفه عن التاني. يعني حتى في درجات الالوان وفي تخليط، حتى لو الاخضر واحد والجناين واحده، بس كل حد بيبقى ليه
جزء من روحه في اللوحه. بالظبط. فحتى لو الموضوعات واحده بس كل حد بيطلع رؤيته الشخصيه في اللوحه بتاعته. فبرضه بيبقى الموضوع مختلف في الاخر. دايما تعريف الفنان بيفرق معاكم؟ انه الرؤيه البصريه اللي بيحولها الفنان لطابع ملموس بطريقته. بالظبط. يعني دايما كل حد بيبقى ليه اسلوبه اللي بيبان في شغله. حتى يعني بقولك زي لو فعلا الموضوعات واحده بس يعني كل واحد بيبقى ليه ستايله، كل واحد بيبقى ليه رؤيته المختلفه، حتى للالوان يعني ترجمه حتى لون الميه للسماء، كل حد بيبقى ليه نظره مختلفه عن التاني. فده بقى اللي بيفرق كل فنان عن التاني يعني. في حد اتأثرتي فيه يا سارة من بدايتك في الفن؟ انا كنت برضه بسألك قبل الهوا قلتي لي انا ابتديت ارسم وانا صغيرة. في حد ابتديتي مثلا من طبعا الصور العالمية والنجوم العالميين اللي بيرسموا؟ يعني انا برسم وانا صغيره جدا، فانا اصلا ما كنتش بفهم قوي في حته الفنانين وكده. انا خلاص من اول ما انا مسكت القلم وانا برسم وانا صغيره جدا. طبعا يعني الموضوع بيبقى بيتطور اكتر، ولما دخلت الكليه بقى بدات افهم ان الفنانين واتعرف عليهم اكتر وكده يعني. حبيتي مين بقى بعد ما درستي؟ حبيتي مين فيهم؟ يعني مفيش حد معين بالظبط، بس يعني انا بحب الستايل الكلاسيك القديم. والله اكتر؟ اكتر. يعني بحسه ان هو بيعبر اكتر عن الحاجات، التفاصيل المليانه فيه بتبقى معبره قوي. طيب انا هاخد من كلام ساره وهسالك يا نانسي انه اوقات ناس كتير تحس تقول لك ايه الطريقه الاكاديميه بتأيد الفنان. ازاي انتوا مثلا وانتوا بتدرسوا بتحسي ان انت بتدرسي بتاخدي الطريقه الاكاديميه وبرضه يبقى عندك الحريه ان انت تحطي فكرك ومنظورك انت في الصوره تعبري بطريقتك؟ فازاي بيتم الدمج بين الاثنين؟ هو برضو بصراحه الدكاتره دايما بيشجعونا ان احنا برضو نبين شخصيتنا اكتر في شغلنا. يعني برضو طبعا بنتعلم اكتر باسلوب اكاديمي فعلا، بس ان كل واحد يعرف يكتشف نفسه ويكتشف الستايل المميز بيه، او يعرف هو حابب انهي اسلوب في اساليب الفن. فبرضه الدكاتره بصراحه كانوا بيشجعونا جدا ان احنا نكتشف نفسنا اكتر. احنا معانا دفعتكم وهي لو حابه تعلقي على الصوره. هو بصراحه الدفعه بتاعتنا مميزه جدا، ويعني دي حاجه احنا كنا محظوظين بيها قوي، ان كلنا فعلا بنساعد بعض وكلنا بنكتسب من بعض. فبصراحه يعني الدفعه كلها بجد ممتازه جدا. سارة عايزه تقولي حاجه؟ كلهم شاطرين يعني، شغلهم كلهم معانا برضو في المعرض، كلهم يعني كلنا كنا بنكتسب من بعض. كل واحد بيطلع لوحته بطريقته مختلفه، مع ان كلنا راسمين تقريبا نفس الاماكن ونفس انتوا كام في الدفعه؟ احنا 150 مثلا. ما شاء الله. جامعه اسكندريه. قسم تصوير. ده قسم التصوير العام. قسم تصوير عام. عددنا 120 150. في جداري وفي عام، مش كده؟ انا ايهم اصعب؟ بس ما تتحيزوش يعني، قولي خليكي فين، ما تتحيزيش للقسم بتاعك. حاسه بصراحه كل واحد مختلف. يعني برضو الجداري اللي هو مزيك، الجداريات والمزيك اكتر والاحجار، فهو برضو صعب بطريقته بصراحه. وبرضو الزيت صعب يعني في حته الالوان والتخليط. فحاسه ان كل واحد ليه ستايله وكل واحد ليه صعوباته برضو. وفي الاخر هما الاثنين فن بصراحه، يعني حاجه فظيعه. الجواش عندكم والاكريليك والزيت، مش كده؟ ولا انتوا زيت بس؟ يعني تخصصنا زيت اكتر، ان احنا تصوير زيتي المفروض. بس طبعا جربنا في السنين اللي فاتت، وفي الاخر برضو كل حد بيكتشف اكتر هو بيميل لانهي خامه. واحنا بصراحه يعني من زمان قوي احنا حاسين ان الزيت هي اكتر حاجه احنا بنعرف نطلع فيها وبنعرف. انا دايما اسمع الجمله دي من اي حد بيرسم ويبقى اللي هو ايه حريف يعني. صحيح يا ساره الكلام ده؟ دايما الزيت هو اللي بيطلع. حتى يقول لك الرسمه لو هيرسم واقعي زي ما انتوا بتعملوا كده فالاحسن ان هو يروح للزيت، عشان الزيت بياخد وقت عشان ينشف، فبتعرفي تخلطي الالوان اكتر. واطلع الحاجه بطريقتي، يعني ممكن اشوفها على مدار ايام، مش حاجه بتنشف فلازم اخلصها على طول دلوقتي. فبيبقى عندي الفرصه ان انا اشوفها على مدار كذا يوم. ممكن اغير او اظبط حاجه او كده، فالموضوع بيبقى ألذذ يعني. صحيح. في حاجات امور بتكون محيره بالنسبه للناس، يقول لك هي ليه مثلا اللوحه دي سعرها عالي قوي؟ يعني زي مثلا لوحه الموناليزا، اشمعنى هي بيبقى ليها كوست عالي جدا؟ هل فكره انه ناس عايزه تقتنيها ليها، او حصل عليها محاولات سرقه كتير قبل كده فده بيعلي سعرها، ولا موضوع ان هو يعني ازاي احنا بنقدر نقول اللوحه دي سعرها عالي واللوحه دي مش هتكون سعرها عالي؟ هو بيبقى برضو من مجهود الفنان وفكرة تصميمه
برضو شخصيته اللي بتبقى باينه في اعماله. يعني فعلا زي المدارس بتفرق، يعني مثلا الابستراكت ارت غير مثلا بتفرق جدا. كل حاجه بيبقى ليها تايب معين، فدايما برضو بيبقى فعلا كل فنان بيبقى مميز باسلوبه، بيبقى خلاص روحه باينه وستايله باين، فده اللي بيميز اعماله بعد كده وبيعلي فعلا سعرها اكتر بصراحه. وبرضو يعني هو في الاخر كلهم يعني بيبقى كل واحد بيقدر شغله، بيقدر مجهوده، بيقدر وقته وفكرته، فيعني كلهم في الاخر بيبقوا مختلفين يعني حسب فروق فرديه لكل فنان او قسم التصوير لما دخلتيها ساره حسيتي ان انت ايه ده، يا ريتني مثلا رحت جرافيك او يا ريتني لا صراحه لا، انا حاسه نفسي تصوير من الاول يعني. انا بحب ولا ده بيبقى في ايام تسليم المشاريع بس الزنقه بس زمانهم دلوقتي خلصوا. هي لا بس يعني بصراحه قسم تصوير يعني قسم مسلي، تحسي انك بتطلعي فعلا اللي جواكي، الالوان، تخليط الالوان وشخصيتي بتطلع، ويعني لا بحس ان احنا بنلعب يعني اكتر. تحسي ان انت عشان انت عندك شغف حب الرسم، واعتقد انه ما فيش حد في الاقسام دي بالتحديد بيكون داخلها من غير حب وشغف. لا لازم. يعني هو كمان جزء من استمتاع الشخص باللي هو بيعمله ان هو يبقى عنده فعلا شغف فيه. انت عندك المهاره دي في العيله؟ يعني عاده كده لما يبقى في حد بيرسم بيبقى العيله كلها بترسم. في بابا جدتي كان رسام برضو، وكان بيحب الزيت جدا. متخصصين؟ يعني هو كان متخصص زيت، وكان برضو ليه تابلوهات وكان بيتباعوا في مزادات. فتقريبا انا طالعه له المفروض يعني. انت من وانت صغيره حد ارشدك للطريق ده ولا انت لوحدك كده مسكتي القلم لا يعني انا بدات امسك القلم لوحدي، وبدات برضو ادرب مع نفسي. بس اهلي بصراحه يعني اكتشفوا ان في حاجه هتطلع يعني وشجعوني جدا، واهلنا بصراحه وقفوا جنبنا جدا. ايه؟ انا فاكره كانت حاجه فيها زرع وفيها شجر، واللي هو انا هقسم تحت كله اخضر وازرق، وكنت بدات اللي هو اقسم اللوح قوي ان انا عايزه اعمل منظر طبيعي مثلا. يعني بدات بحاجات جناين قوي، بعد كده بدات بقى اغير وبدات اجرب. وساره اول لوحه رسمتيها كانت ايه؟ تقريبا كانت حاجه في عيد الام لمامتي في حضانه مثلا، ومن ساعتها يعني مامتي شايفاني ان انا لا ايه ده، ازاي انت رسمتي دي لوحدك؟ فابتدت تشجعني. من غير مساعده؟ من غير مساعده بجد؟ رسمت لها ايه؟ صوره ليها تقريبا، حاجه كده طبعا. كانت حاجه بسيطه جدا، بس يعني كنت عامله فيها مجهود بالنسبه لواحده في حضانه يعني. في حاجات شويه محيره بالنسبه لنا لما نيجي مثلا ندخل في عقل الفنان، فاحنا ساعات ما بنبقاش عارفين نقرا اللي هو عايز يقوله كرساله. ده بيحيركم انتوا وانتوا حتى بتروحوا لمعارض زمايلكم تانية، ولا ده بالنسبه لكم انه ده الطبيعي؟ قولي لي يا ساره. يعني الطبيعي ان كل واحد بيطلع حاجه جواه، ويعني ممكن ما تبقاش واصله للي قدامه قوي، بس بيكون بيعبر عن حاجه وبيبقى طالع منها احساس. يعني مش شرط تكون واصلي نفس الاحساس، بس كل واحد بيترجمها بالطريقه اللي هو شايفها. فبحس ان هي دي حاجه بتبقى حاجه ما بينك وما بين اللوحه كده، بتتفرجي بتبقي حاسه انك واصله لك من حته معينه يعني. ايه اكتر انواع اللوح اللي انت بتستمتعي بيها يا ناس؟ انا بحب جدا اللوح التجريديه برضو. في حاجات كمان بتبقى ما تحيرتيش التجريديه دي؟ ما هي بتحير، بس ساعات بحس ان هو ده الجزء ان كل واحد دماغه هتوديه لجزء معين، حتى لو جواه مش بيفهم قوي قصد الفنان، بس كل واحد بيبدا يشوفها من وجهه نظره، وكل واحد بيبدا يفكر فيها من منظور مختلف. فبحب الحيره دي ساعات. طب ايه رايك في التكعيبي؟ بصراحه يعني التكعيبي يا جماعه تبص تلاقي بقى يعني هو واقع، بس هو بيرسمه بطريقه مثلا مثلثات ودوائر، يعني كانك بتتفرج يعني على انسان بس هو مربعات. بس ده موديل مثلا. انا بصراحه ده اقل حاجه، بس هي طبعا اشكال جماليه رائعه. بس انا مش بفهمها يعني، ببقى مش فاهمه قوي. بتقدري تشوفي البعد اللي فيها يعني موضوع صعب، بس موضوع كتخصص برضه اعتقد ان هو صعب. هو عن حب بصراحه، فكل حد هيبقى يعني جواه جزء هو عايز يوصله، او هو حابب ان هو يفضل حتى مش مفهوم، او يفضل يحاول يفهم اللي حواليه. فحتى لو هو صعب، بس هو جزء الشغف اللي فيه دايما بيزق الشخص ان هو يفضل مكمل. بس انت حابه تكملي على المدرسه الواقعيه؟ بصراحه يعني انا كمان في يعني بالذات في المشاريع دي حسيت قوي ان انا في التفاصيل قوي. يعني انا بحب اقعد باصغر فرشه، وما عنديش مانع اقعد ايام ماشيه في التفاصيل الواقعيه. يعني حتى الحاجات العين بتجيبها في ابعاد معينه بحب افضل ماشيه
واحده واحده قوي. فاكتشفت بصراحه الجزء ده في المشاريع دي بالذات مني، ان انا فعلا بحب قوي الحاجات الواقعيه زياده وتفاصيل الواقع، وكل حد اوقات الواقعيه برضو يا ساره انه تيجي تشوفي مثلا مدرسه زي الكلاسيكيه ومدرسه زي الرومانسيه، فتحسي ان هم طب ما هو الاثنين واقعيه، مش كده؟ بس بيفرق في الاحساس بقى. يعني هو ايه التاتش الفني اللي احنا نعرف نفرق ما بينهم. غششينا. تعبيرات الوش اكتر وتفاصيل ايه اللي موجود في اللوحه. يعني بيبقى فيها اتنين مثلا موجودين فبيعبروا عن الفنانين احاسيسهم مرهفه بزياده، فبيكون التاتش الرومانتيك اعلى شويه. طبعا. بس هي التفاصيل دي هي اكتر حاجات بتبين كل حاجه. يعني لو ركزتي في اي تفصيله صغيره بيبقى ليها معنى في اللوحه. انت بتفكري في اللي جاي ازاي كلوحات، ومثلا بتفكري في معارض تنميه مهاره، كل ده بتفكري له ازاي؟ يعني بحس دايما ان انا عايزه برضو افضل اكتشف في نفسي، يعني وافضل اجرب وافضل اغلط عادي وابوظ. طبعا نفسي بقى اوصل بقى في الاخر ان انا خلاص انا قدرت احدد شخصيتي، وقدرت احدد انا فعلا خلاص بقى ليا اسلوبي، او بقى في تراك معين انا عايزه اكمل فيه. وان شاء الله بقى في يوم من الايام اوصل نعمل معرض مثلا لوحدي، او ابدا اشارك في معارض. ده بيحتاج ايه يعني؟ استمرار وتجربه كتير يعني. دايما ممارسه اكتر حاجه. يعني ان الرسم تكاليف الصوره نفسها عشان تطلعيها كبيره يعني؟ لا، هل هي ككليه نفسها والخامات اللي بتستخدميها دي مكلفه؟ لا خالص. وبصراحه دايما برضو الدكاتره بيعرفونا احنا ازاي نعمل الحاجه بايدينا. يعني اللوحه بدل مثلا ما نشتريها جاهزه، احنا نتعلم ازاي كل حد يبقى فينا بيعرف يشد لوحته بطريقته برضو. فدي طبعا بتسهل كتير في التكلفه، وفي نفس الوقت هي جزء ممتع ان انا اعمل لوحتي بايدي قبل ما ابدا عليها حتى. فدي كانت حاجه بصراحه اتعلمناها في الكليه. يعني دايما كنا بنشتري اللوح واحنا صغيرين ونبدا نجرب ونبدا نغلط. صح. فكانت فعلا وقتها التكلفه عاليه. لكن على سيره التجربه والغلط، في ناس يقول لك انا احب دايما اكون سيلف ليرند، انا اعلم نفسي بنفسي، خاصه في الفن. يقول لك دي مش حاجه اقدر ان انا اتعلمها. ايه رايك في وجهه النظر دي؟ طبعا كل واحد بيتعلم لوحده. انا مش بحس ان حتى دي لازم محتاجه موهبه او حاجه. يعني كل واحد يطلع اللي جواه، حتى مش لازم تبقى حاجه جماليه، بس حاجه انت تطلعي احساسك، تطلعي حاجه اللي انت شايفاها حلوه بالنسبه لك. ضربه الفرشه، تدريج الالوان، كل الحاجات دي بتبقى استمتاع اكتر. مش شرط ان هي تبقى لوحه انت شايفاها تتحط في معرض او تتحط في اي حته تبقى فظيعه. يعني المهم عجبتني قوي انت بتقولي ضربات الفرشه، لانه ناس كتير قوي بتستخدم الموضوع ده دلوقتي على سبيل العلاج بالفن. فالارت ثيرابي عايزه اعرف رايك فيه وراي نانسي. طبعا بتفرق جدا. بحس ان طبعا لما تيجي تلوني وتشخبطي اي حاجه بتطلعي كل اللي جواكي. اوقات بتعيشي في المود ده، رغم ان انت على طول قاعده بترسمي. بس ساعات بتعيشي في المود ده. طبعا بحس ان انا عايزه اشخبط شويه، عايزه اطلع اللي جوايا، عايزه الون اي حاجه. مش مهم تفاصيل، مش مهم اركز ان انا اطلع اللوحه تبقى حلوه او اللوحه تبقى شكلها بالنسبه لاي حد دي لوحه فيها تفاصيل وواقعيه. المهم اطلع اللي جوايا وفي الاخر بتطلع حاجه. الشخبطه علاج. يعني هي برضو بتطلع جزء من جوه احساس كل حد، حتى لو هي مش مفهومه لاي حد تاني. بس هو بيطلع حتى جزء منه مش عارف يتكلم، مش عارف يشرحه، ده بيطلع في لوح ممكن كتير يعني. وحتى فعلا لو حاجه مش مفهومه ولوحه مش حاجه معينه، بس هو احساس بتطلعيه. فبتفرق جدا في العلاج فعلا. يعني في فعلا الارت ثيرابي دي حاجه يعني مدرسه كبيره جدا يعني. طيب لو حد من الشباب حابب ان هو يدخل فنون جميله وعايز يتخصص، تقولي له ايه؟ تنصحيه بايه بحيث ان هو يمشي على التراك الصح؟ انا بشوف ان مش دايما الرسم والفن محتاج موهبه. يعني بحس هو استمراريه اكتر وتجارب كتير، والانسان فعلا بيتعلم، ودايما كل حاجه هتطلع احسن من اللي قبلها. فبحس ان هو لو اي حد مهتم او عنده شغف فعلا وحابب يبقى بيرسم، او يبدا على الاقل حتى يشخبط مع نفسه وحابب يوصل، فانا واثقه ان هو في يوم من الايام هيوصل. التخصص سريعا، يختار تخصص ازاي؟ كتصوير او
هو حابب ايه، مجاله ايه، ان هو هيلاقي نفسه لما يجرب. لازم يجرب كل حاجه بكل التقنيات وكل المدارس. ثمينة التجربه يا جماعه هي اللي هتحطك على تراك الصح. بشكرك شكرا جدا نورتونا، وسعيده جدا بمشروعكم، ان شاء الله يبقى مشروع تخرج باذن الله السنه اللي جايه ويخرج للنور ويبقى يعني يرضيكم كده، وان شاء الله كل اساتذتكم احنا بنبلغ لهم التحيه دلوقتي طبعا. وصباح الفل عليكم. نورتينا يا ساره، نورتينا يا نانسي، طبعا ساره الزهيري ونانسي الحناوي، بشكركم شكرا جزيلا ونورتونا. صباح الفل عليكم. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معاكم في نهاركم سعيد.